حتى في قضية السعة، مثلا سعة الذاكرة، لو تسألوا مقدار سعة الذاكرة في المخ قد ايه، بيرد برضه بروفيسور أنوكي بيقول انك انت لو كنت عاوز في كل ثانية من عمرك تحفظ كراسة معلومات، وقدرت ان عمرك 90 سنة، فاضرب عدد الثواني بقى اللي في ايه، في 90 سنة. انت في كل ثانية دلوقتي عاوز تحفظ كراسة معلومات، فاضرب، فهيطلع الرقم 3000 مليون كراسة معلومات. بيقول لك بروفيسور أنوكي انك انت المخ بتاعك يساع هذا الكم وهيحفظه ويقول لك هات كمان. فده ايه، المخ هيقول لك كده من غير ما تحتاج انك توديه الورشة وتعمل له اب جريدنج. عندنا في الالكترونيات والعدد الالكترونية والكمبيوترات، لما الراجل اللي بيستخدم الجهاز يشوف ان الساعة مش كافية فما يقدرش يتصرف، لازم يبعته للاجانس ويطلب انهم يعملوا له اب جريدنج، يعني يضيفوا له حاجات كده عشان الساعة تزيد. فانت هتقدر تستوعب 3000 مليون كراسة معلومات في مخك هيسعهم، وبعدين يقول لك كمان والنبي اديني كمان، من غير ما تحتاج انك انت توديه الاجانس او تعمل له اب جريدنج. ده هو اصلا قابل لهذه الزيادة الى تقريبا ما لا نهاية. الله، طيب امال ايه حكاية النسيان اذا كانت الذاكرة بهذه السعة؟ النسيان يا اخواني سببه مش ان المعلومة فقدت من مخزن الذاكرة، لا، سببه ان احنا مش قادرين نستدعيها. ليه؟ احنا بنحاول بالإرادة ان احنا نستدعيها، لكن لان احنا في حالة وش وفي حالة قلق وتتخطفنا الهواجس والأهواء والشهوات وعاوزين ألف حاجة في نفس اللحظة ومش مترتبين ومتلخبطين، فاحنا لما بنعمل الاتصال ونطلب استدعاء المعلومة ايه اللي بيحصل؟ بتهجم على المخ في نفس اللحظة وعلى الشبكة في نفس اللحظة 1000 مكالمة عن مش عارف انا عاوز اقابل فلانة وعاوز مش عارف نسيت ايه وانا مش مهموم النهاردة وانا جايز يجيني برد وانا انزل ولا منزلش، مليون بقى هاجس ومليون لخبطة في مخك. اصلا السبب هي اللخبطة اللي في مخك انت، السبب هو القلق الموجود عندك، والسبب هي كم الهواجس اللي موجود، والسبب هي انشغالاتك الفارغة والفاضية اللي متسواش. إنما لو كنت من أهل الهدوء والسكينة تجي لك المعلومة في لحظة على طول. فأكن الغلطة هنا مش إن المعلومة فقدت من الذاكرة، لا، المعلومة موجودة، لكن أنت بسبب علة فيك وبسبب القلق اللي أنت فيه والحالة النفسية اللي مش مظبوطة ما أنتش قادر تستدعي المعلومة، أو أنت بتستدعيها لكن لكثرة الانشغالات بتهجم على نفس الخط مليون مكالمة فتشوش فما توصلكش.